هذه المناسبة سعيدة لفرحة كاع الشعب الجزائري اللي كان تبع هذه المبادرة، وراه فرح بزاف بعد عودة المياه وعودة. نتمنوا كل الشعب الجزائري يفرح، اما كاينين بعض من الناس اللي ما تفرحهمش. هذه احنا على هذه نعطيناهم صفعة. هذا الناس اللي يتحوس باش دير الفتنة ما بين ابناء الوطن الواحد، نقول لهم راكم غالطين، راكم غالطين. رب العالمين وحد هذا الوطن، ما تيجي تفرقوا لا انت لا انا لا واحد اخر. الناس هذه اللي راهم يغروا فيكم يعدلوا فيكم راهم باغي باش ياكلوا خيراتكم ويخلوكم كالعبيد كما كنتوا قبل عبيد. احنا ان شاء الله برب العالمين هذه راهي الا مباراه كره قدم، وهذا الصراع اللي ما يكون ما بين الاول والثاني ما صارش لا مع الحراش والرويصات، راه يصير مع كل الانديات. وحنا رانا متجاوزين كي انا كي الرئيس رانا خاوه، عندنا ان ليان دو بارونتي وما كانش نعرفوه. دروك عندنا عارفين بعضنا هو واش يسوى وانا واش نسوى، هو يعرفني انا واش كي يجي يغلط واحد ما يسمعلوش، وانا كون يغلطني واحد ما يسمعش. انا ما يغلطنيش لاني كبير السن وكبير التجربه، ما تلقى يغلطني حتى واحد. ان شاء الله برب العالمين اللقاء هذا راهو حميمي، ان شاء الله تكون فيه الوحده الوطنيه تزيد تتمتن. هي متينه ومتينه بشعبها ومتينه بجيشها، الجيش موحد لازم احنا نتوحدوا. كلمه للسلطات يعني اللي حرصت على هذه المبادره، السلطات الامنيه وعلى راسهم السيد الشنقريحه والسيد رئيس الجمهوريه وزير الدفاع، راهو هما اللي راهم حارسين على هذا الحدث. والامور هذه احنا مامورين باش نمشوا على الصلح، وبياتنا وصونا على الصلح، والقياده نتاعنا وصلتنا على الصلح سواء المحليه او الوطنيه. يحيى الصلح، واحنا ما نعرفوش خير من ربي، ربي قال والصلح خير. واحنا راهو فريق وطني، فريق محلي في الناسيونال 2. راك شوف كيش راهم تكلب علينا احنا الناس، نساو الناسيونال 1 وعاد ولا بينا احنا الحمد لله ما نعطونوش الفرصه تاع الشر. احنا رانا ان شاء الله اذن خير مش اذن الشر. ان شاء الله برب العالمين تفوت المباراه والعام هذا يكون، واللي يستاهل الطلعه يطلع واللي ما طلعش. ونتمنوا من السيد وزير الشبيبه والرياضه، لانه هو رئيس الرابطه الوطنيه، ان يخزر واش راه يمشي في العالم. الا احنا الوحيدين اللي رانا نمشوا بساز. كاين انديه ببلدان راهم يمشوا ب 18 وب 20. احنا ماذا بينا نطلعوا في زوج احنا كي الحراش وخلاص. نتمنى الطلعه ان شاء الله تكون الحراش سي طاهر. هي مبادره جميله اليوم، اخوه شفناها في ظروف اخويه رائعه. هذا ما يؤكد على نيتكم في الصلح اليوم مع اخوتكم في الحمد لله. السلام عليكم. الحاجه الاولى نشكر اللي قايمين على المبادره هذه، من كبيرهم لصغيرهم. ثانيا نشكر السي العروسي لانه استقبلنا احسن استقبال.